الزعتر من التوابل المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان الزعتر مليان بالفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين B6 وفيتامين C، ويعتبر في الزعتر معادن مهمة للمخ والجسم زي الكالسيوم والحديد والمنجنيز. وكمان عايزة أقول لكم إن الزعتر فيه زيوت طيارة بتزود من نسبة أوميجا 3 في الجسم، وده مهم في الحفاظ على صحة المخ مع التقدم في السن. وهقول لكم على معلومة سريعة عن فوائد الزعتر. يعتبر الزعتر من التوابل اللي بتساعد في حماية القلب من الأمراض، وبيقلل الضغط العالي، ومفيد في الوقاية من فقر الدم. وكمان الزعتر مهم في الحفاظ على صحة العين وتقليل أمراض العيون. ويعتبر الزعتر مهم في الحفاظ على صحة العظام ويساعد في تقوية العظام. وكمان الزعتر مهم في التخلص من القلق والتوتر، عشان الزعتر ليه تأثير قوي على بعض الناقلات العصبية اللي في المخ المرتبطة بهرمونات التوتر والقلق. وممكن نشرب الزعتر مع كوباية مية مغلية ونضيف عليها ربع معلقة صغيرة من الزعتر، أو ممكن نضيف الزعتر على الوجبات الرئيسية أو نضيفه على طبق السلطة. وبلاش نشرب كمية كبيرة من الزعتر في اليوم عشان بيعمل آثار جانبية زي ألم في المعدة وحموضة في المعدة والإسهال وتهيج الجهاز الهضمي. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الزعتر، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده نبقى عرفنا مع بعض في الحلقة 5 توابل بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله.